السلام عليكم، يا مساء الورد والجمال على كل حبايبنا في كل مكان. النهارده يا شباب فيديو تحفيزي للناس اللي هي داخله على فصل الصيف ومش عارفه تعمل ايه مع الحمام في فصل الصيف. اول حاجه عايز اقول لك ان انتاج الحمام اصلا مفروض في فصل الشتاء، وانا من فريخة الحمام في فصل الصيف. انا بحب افرخ الحمام جدا في فصل الصيف، لان فصل الصيف مش بتكون امراضه كتير زي فصل الشتاء. ولكن لازم في الوقت ده من السنة هقول لك على شوية حاجات تعملها مع الحمام، صدقني ان شاء الله تعالى هتلاقي عندك انتاج كويس جدا، وكمان تحافظ على الحمام عندك من الامراض. زي طبعا في مرض الروشة يا جماعة، فاصل الصيف من فاصل الشتاء، خدها قاعدة كده كل سنة، خليك مربي شاطر. فصل الشتاء من فصل الصيف، وفصل الصيف من فصل الشتاء، يعني شهر 4 وتقريبا شهر 10. الوقت ده في السنة بينتشر أمراض لأن بيكون في تقلبات في المناخ، والحمام عندنا بيصاب بمرض الروشة اللي هو أصلا ملوش علاج. طبعا المرض ده اسمه العلمي مرض براميكسو أو النيوكاسل. في ناس بنقول عليه مرض الهزة أو الروشة، والمسميات بتاعتنا دي كلها، ولكن هو المرض بيكون واحد، بتلاقي الحمام بيلف حوالين نفسه. المرض ده يا جماعه بينتشر في الوقت ده من السنه وانت داخل على بدايه فصل الصيف. طيب، عايز احصن الحمام عندي. في ناس طبعا بتحصن وفي ناس ما بتعرفش يعني التحصين، فخلينا نبسط الامور على بعض الناس. التحصين يا جماعه اللي انا بحصنه عن نفسي، انا برفع مناعه الحمام. في مدرستين، مدرسه بتقول لك حصن الحمام، ومدرسه بتقول لك ارفع مناعه الحمام. فاحنا بنرفع مناعه الحمام بحاجات بسيطه جدا. ممكن نجيب ازازه اميولانت شراب بشري من الصيدليه، بحط 7 سم، من 5 ل 7 سم على اللتر الميه. كده انا رفعت مناعه الحمام. اديه اول مره هستخدمه بديه 3 ايام متواصله، بعد كده بستخدمه لو كل اسبوع مره في الوقت ده. تمام كده؟ طيب، ممكن انا لو مش عايز اجيب حاجه بشري واجيب حاجه من البيت، ممكن بصل وثوم وليمون، رافع مناعه كويس جدا. حط عليهم شويه خل تفاح، رافع مناعه كويس جدا. بصل توم، بصلايه 10 فصوص توم، ليمونتين عليهم 10 سنتي خل تفاح، عليهم لتر ميه، واضرب الخلطه دي في الخلاط وبعدين صفيها وقدمها للحمام. صدقني الموضوع هيفرق معاك جدا في رفع مناعه الحمام. طيب، خلينا بقى، انا رفعت مناعه الحمام واديت امولانتا واديت عسل وبصل وليمون. في يا جماعه مرض تاني بينتشر، والمرض ده بينتشر في الوقت ده برضه في فصل الصيف، اللي هو مرض الجدري. وده برضو مرض فيروسي، والفيروسات يا جماعه برضو ملهاش علاج في العالم كله. كان حلهم اكتشفوا لحد النهارده ما اكتشفوش علاج لفيروس كورونا يعني. فمن النهارده يا جماعه عايز اقول لك ان مفيش علاج للفيروسات. زي البريمكسو او الروشه ملهاش علاج، زي مرض الجدري ملوش علاج. فانا عشان احافظ على الحمام عندي من الحمام ما يصابش بمرض الجدري، هتعمل حاجتين سهلين جدا. اول حاجه يا جماعه الخير، انا بنضف المكان عندي كويس، لان طول ما في عدم نظافه في المكان عندي، طول ما في عندي مرض الجدري. فاول حاجه لازم انضف المكان كويس. تاني حاجه، وهي السبب الرئيسي في انتشار مرض الجدري، وهي الحشرات اللي في جسم الحمام، والحشرات اللي بتكون زي الناموس وزي الذباب والقصه دي كلها بيخلي برضو الحمام ان هو يصاب بمرض الجدري. طيب، خلينا بس واحده واحده عشان الناس تستوعب الموضوع. حشرات الحمام يا جماعه زي ذباب الريش وسوس الريش، ده انا لازم امنعه من جسم الحمام. لان طول ما في ذباب ريش وسوس ريش، لو في زغلول واحد عندي في المكان بربي فيه عنده جدري، فبالذباب ده بينقل العدوى للحمام كله، بيبدا يتنقل من زغلول لزغلول تاني فبينقل العدوى. فانا بحل الموضوع ده هنا ازاي؟ ان انا بعمل عمليه استحمام للحمام بالاكسوميثرين او بالافريزين، او اضعف الايمان خل وملح في الميه. خل وملح في الميه، وبعمل عمليه استحمام للحمام. انا كده يا جماعه حليت الموضوع. طيب، بالنسبه بقى يا جماعه للحمام اللي بيجي له احتباس حراري بسبب ارتفاعات درجات الحراره، وبالمناسبه اخواتنا في الصعيد بيعانوا من الموضوع ده، لان بيكون عندهم ارتفاع شديد في درجات الحراره. فهنا لازم ارطب جسم الحمام. هرطب جسم الحمام بايه يا جماعه؟ انا لو حطيت كل 3 4 ايام في الميه عرق سوس. العرق سوس ده سبحان الله، حتى احنا كنا بنستخدمه كبشر، بنستخدمه في رمضان قبل الصيام. الناس يعني ساعات بتفطر على العرق سوس اصلا يعني. ليه؟ لان هو بيرطب على الامعاء الداخليه لاي كائن حي. فالعرق سوس ممكن تستخدمه كل اسبوع مره، كل اسبوع بستخدمه مره، بلاش كل 3 4 ايام لو الموضوع مرهق بالنسبه لك.
وحط ميه، اناء يكون فيه ميه قدام الحمام. الحمام هيلطف جسمه، صدقني مش هتلاقي عندك امراض، لان الاحتباس الحراري ممكن يموت عندك الحمام اصلا. خلينا بقى في النقطه المهمه يا جماعه، وهي نقطه فرخ فصل الصيف. والفرخ يا جماعه في فصل الصيف، انا زي ما قلت لك في بدايه الفيديو ان انا بحب فرخ فصل الصيف. ليه؟ لان ما يكونش فيه امراض كتيره زي فصل الشتاء. عايز ازود عندي انتاج في فصل الصيف، اول حاجه بدي الكلفه الناعمه. الكلفه الناعمه اوقف الكلفه الخشنه خالص. يعني الحبوب مثلا استبدلها، لو انا بدي فول لا ادي عدس، ده بروتين وده بروتين. لو بدي ذره صفراء لا ادي ذره عويجه الحبايه الرفيعه، ادي قمح، ادي قرطم. الحاجات دي يا جماعه بتزود انتاج الحمام عندك. في حاجه يا جماعه كنت اتكلمت عليها قبل كده، وفعلا الحاجه ديت بتزود عنقود البيض عند النتي، وهو الرز الابيض. حط كل اسبوع رز ابيض على الكلفة عندك، هتلاقي ان الموضوع، تلاقي الحمام عندك ان شاء الله بتلاقيه بيلحم العش في العش. والحمام بيكون الزغاليل معاه 20 يوم وتبص تلاقيه عامل عش تاني. الذكر بيهتم بالزغاليل، بيهتم بالزغاليل، بياكل الزغاليل، والنتايه بتهتم بالبيض. دي رقم واحد الاهتمام بالكلفة. الحاجة يا جماعة برضو اللي هي يعني بتزود عندك الانتاج، ان انت بتعمل محفزات للحمام ده عشان ان هو ينتج عندك. ايه المحفز؟ في محفز يا جماعه العش، تجهيز العش ده محفز قوي. ان انا بجهز عش الحمام ده كمحفز قوي جدا. ان انا بدي النتايه كالسيوم. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، هو مش ان انا بدي كالسيوم وخلاص، لا. بص يا جماعه الخير، افضل وقت ادي فيه كالسيوم للحمام ده اول النتايه ما تبيض. اول النتايه ما بتبدا ان هي تديك الحصوايه، هي تشكر كده، اديتك اللي عليها، عملت اللي عليها واديتك البيضه اللي انت عايزها. فانت هنا بتكافئ النتايه ديت، وبتيجي عطاها سنتي كالسيوم في الفم مباشر. هتلاقي الحمامه عندك صحتها قويه. وعلى فكره الحاجات ديت يعني هو الاعمار بيد الله، ولكن بتخلي الحمام يطول معاك، بيخلي الحمام عمره يزيد معاك. ليه؟ لان انت بتعوضها الكالسيوم اللي جسمها افتقدته اثناء وضع البيضه. بتلاقي الذكوره كتير جدا، لان الذكوره معمره، لان الذكوره ما بتبيضش عشان تستهلك من صحتها، والنوتي بتموت بسرعه في اي غيه. واي حد سامعني دلوقتي عارف الكلام ده، اي غيه بتلاقي فيها الذكوره اكتر، لان النوتي عمرها قصير. بتبص تلاقي النتايه بعد 3 4 سنين ميته منك، والذكر بيفضل موجود، لان الذكر هو بيعمل حاجتين، بياكل وبيخصب وبس، وان الله بالسر عليم. تمام كده؟ طيب، يبقى هنا بدي كالسيوم للنوتي. تحديق قدام الحمام، بديله كل 3 شهور بديله جرعه ديدان، بعالجه من الديدان. هتلاقي عندك فرخ في الصيف احسن من فرخ الشتاء، وهتلاقي عندك الحمام بيلحم في الصيف زي الشتاء. هتقول لي في قلش في الصيف والحمام بيقلش وبيغير ريش. هقول لك ازازه اميولانت شراب بشري، اميولانت شراب بشري، او فيتا ماونت. الفيتا ماونت يا جماعه حلو جدا في تسريع تجديد الريش. الفيتا ماونت ممتاز جدا برضه، هتلاقيه في الصيدليه البشريه. اتمنى يا شباب يكون الفيديو ده قدم لكم معلومه، ويكون الفيديو ده عجبكم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.